اسمه شعوب. هذه أي أمة من اللي صنعها؟ هذا صنعها الاستعمار، هذا صنعها الاستهتار الشيوعية، هذا صنعها الاستثمار. نحن إذا ما عرفنا عدونا الحقيقة بنضل نتقدم. لا والله صواريخ إيران ولا صواريخ العراق ولا بتنزل إسرائيل. وبقول لكم كم عمرك أنت أصغركم؟ عيش معك ما تعيش. أقسم قسم بالله اللي خلق السماوات والأرض، اللي تشوفوه في إيران واللي كان في العراق واللي تشوفوه في مصر كل هذا عمل شيطاني. ما عاد بينصر أمة محمد إلا الذين ساروا على منهج السلام، واللي يعرف كيف يذكر الله وكيف يستخدم يده وكيف يستخدم سلاحه وكيف يخاف من الله في السر ويخاف من الله في العلن. هؤلاء اللي أوعدنا النبي أنهم بينصروا المهدي واللي بينصروا أمة محمد، والباقي مسرحيات. هذا اللي تجيبونه مسرحيات، واللي عاد مش مصدق منكم شيل كلامي هذا وسجل عندك بالتاريخ. الفيديو السابق هو طبعا فيديو خاص للمنتسبين، فكما أخبرتكم سابقا أن بعض الفيديوهات لا أستطيع نشرها على العام، كما أخبر سيدنا أبو هريرة: أعطاني خليل جرابين من العلم، أحدهما بثثته لكم والآخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. فالمنتسبين أعتبرهم كأسرة عندي، فأنا نتناقش في هذه المواضيع ويكون عددهم قليل، فنستفيد من هذه المقاطع الفيديو، وهي مقاطع فيديو مهمة جدا صراحة. ولكن موضوعنا اليوم سيتحدث عن موضوع مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الرسمية. نشرت هذه الأخبار قبل ساعة. هذه الأخبار الغريب فيها أنها موحدة، يعني عنوانها واحد. وكذلك حصلت هذه الأخبار في السودان وفي مصر وفي ليبيا وكذلك في الجزائر والمغرب وكذلك حتى في فلسطين ولبنان وفي سوريا وكذلك حتى في العراق وكذلك حتى في اليمن. هذه الأخبار انتشرت الآن بشكل كبير جدا. هذه الأخبار مثلا أعطيكم أنا كما هي موجودة الآن في الصورة: الفقر يطارد ثلث السودانيين، ارتفاع جنوني للأسعار بالعراق، وكذلك الاقتصاد التونسي على الحافة، وكذلك مظاهرات الأردن احتجاجا على رفع الأسعار. تطور يوصف بالخطير هنا لاحتجاج ضد رفع أسعار المحروقات عقب أسبوعين على إضراب سائقي الشاحنات بسبب عدم قدرتهم على تحمل المزيد من غلاء المشتقات النفطية. في السودان ليس من الضروري أن تتجه إلى الأطراف والحدود وأماكن الحروب لتجد معالم الفقر. بإمكانك أن تشاهد كثيرا من مظاهر تردي الوضع الاقتصادي وانعكاساته في العاصمة الخرطوم. مرة أخرى ومن دون سابق إنذار ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق السوداء، ما تسبب في اضطراب الحركة التجارية في العراق، ورفع معه أسعار المواد الاستهلاكية بشكل جنوني. بعيداً عن أحياء العاصمة التونسية الراقية، تبدو أحوال المواطنين هنا أشد قسوة. يطال ارتفاع الأسعار كل شيء تقريباً، فضلاً عن نقص في المواد الغذائية والأدوية. كما رفعت السلطات أسعار الوقود 3 مرات خلال العام الحالي. ومن الآن خذوها مني واسمعوها وعدوا معي 30 سنة، من يوم ما ظهر الربيع العربي عدوا 30 سنة بنشوف. وخذوا كلامي هذا اعتبروه دردشة معكم ولو كنا حتى في المسجد، لأن هذه المسألة مناسبات. هذا كله أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في الأمة. وتحدثنا عن هذه المرحلة، مرحلة الاستنفار، في فيديو سابق. اللي يذكر الفيديو السابق تحدثنا عن مرحلة الاستنفار وذكرها الشيخ اليمني في عنوان كامل في هذا الكتاب، كتاب الأسس والمنطلقات. طبعا هذا الكتاب من أفضل الكتب التي يعني صنفت في علامات الساعة وترتيبها. أنا لم أشاهد أي كتاب يعني يتحدث عن مراحل في علامات الساعة، يعني من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم مرحلة 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 إلى مرحلة الفتنة الرابعة التي نعيشها الآن مع مرحلة الاستنفار، وكذلك تأتي بعد مرحلة الاستقرار ثم مرحلة الدمار. هذه مراحل أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب وبالنصوص. هذه الآن المرحلة التي نعيشها الآن مرحلة الاستنفار، ذكرها عندكم الشيخ اليمني في هذا الكتاب، وأرجو تحميل هذا الكتاب لأن هذا الكتاب موجود عندك في الموقع أسفل الفيديو، فأرجو تحميل هذا الكتاب مهم جدا صراحة. مرحلة الاستنفار هذه ذكرناها في فيديو سابق اللي يذكر،
قلنا يميزها علامتان. العلامة الأولى أنها مرحلة طويلة، لاحظوا مرحلة طويلة. الشيء الثاني أن ستكون فيها استفحال المسألة الاقتصادية، وكذلك زيادة الغلاء. لاحظوا زيادة الغلاء وارتفاع الأسعار واضطراب العملات والموارد. شفت؟ يعني هذه الآن العلامات واضحة جدا. نحن عندنا مثلا في اليمن قبل الربيع العربي كانت الأمور الحمد لله مستقرة، لكن الآن فوضى، الآن طوابير على الغاز. ودي أن يوم أخرج وصور لكم الطوابير. عندنا طوابير على الغاز، طوابير على المشتقات النفطية، يعني ارتفاع الأسعار، العملات غير مستقرة، يعني اضطراب الصرف يوم يزيد ويوم ينقص. يعني نعيش الآن وكأننا في غابة. الحكومة عندنا أكثر من 7 حكومات، عندنا بيع وشراء، الأمور فوضى ولا استقرت الأمور أبدا، والآن وصلنا لمراحل أخطر وأخطر. هذا تحدث عندنا مثلا في اليمن، ما بالك في الدول هذه التي حصلت فيها ثورات، وما بالك في دول لم تحصل فيها ثورات، كما مثلا الأردن الآن فيها مظاهرات احتجاجا على رفع الأسعار. فهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة تسمى مرحلة الاستنفار، وكذلك فيها أدلة بالأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنها في فيديو سابق، وهذا الفيديو بتحصلونه في الرابط أسفل الفيديو. ومن الآن خذوها مني واسمعوها، وعدوا معي 30 سنة من يوم ما ظهر الربيع العربي، عدوا 30 سنة بنشوف. وخذوا كلامي هذا اعتبروه دردشة معكم، ولو كنا حتى في المسجد، لأن هذه المسألة مناسبات إسلام، مناسبات إعلام. خذوها من الآن وبثقة، عدوا 30 سنة، انظروا هل بتتحقق الديمقراطية اللي يدورون لها، واللي من أجلها حصل كل ما حصل من قبل وفي اليوم. هل بتتحقق؟ بغيتوا تفسير شرعي من عند ربكم؟ بغيتوا تعرفوا مرجعياتكم الإسلامية؟ بغيتوا تعرفوا كلام من لا ينطق عن الهوى؟ صلوا عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسط لنا هذا المشاكل اللي تدور في حياة الشعوب، وقال إن هذه من سلوك الشيطان. طيب كيف سلوك الشيطان؟ نحن ناس عقلاء، هذا متخرج وهذا متعلم وهذا دكتور وهذا بروفيسور. سمعته قال بيتكلم معكم الدكتور، حتى الدكتور هذه معت خارج، هي عبارة عن شهادة، لأنه يريد أن يعطيكم قيمة، أنه هذا الرجال ما هو مجرد واحد داعي صوفي دكتور. دحين أنتم عجبتوا بي لأني دكتور. يستعدون الدكاترة دحين للكلام. الدين أعدل النصوص. أول ما بدأ إبليس في صنع هذه الكلمات اللي تسمعونها الآن في هذا اللي يريدوا أن يحققوه الناس، وأنا أقول لكم الآن عدوا 30 سنة، أول ما بدأ إبليس مع أبونا آدم في الجنة. عاد في الجنة، عادنا لا نرى شجرة ولا حجرة، عادنا في ظهر آدم في الجنة، وهو مثال لنا كلنا، حتى نحن اللي جالسين مع بعضنا البعض. آدم مثال لنا، دخل الجنة قال له ربي كلا مما رغدا من حيث شئتم، كل اللي في الجنة لكم، كل شيء لك يا آدم، كله أنت وحواء. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وبعد قال اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، كل شيء لكم، بس في شجرة واحدة هذه خلها محفوظة لا تأكل منها. جاء إليه الشيطان، هذا الشيطان اللي الواحد منكم يقول أنا ما شفته، ما جاء الشيطان عندنا وقال لنا تنازعوا، ما جاء الشيطان. يا أخي أنا واقف ضد سلوك فلان، هذا فلان ظالم، هذا فلان مخطئ، هذا فلان فعل، هذا فلان فعل، وهذا دين، وهذا أمر معروف، وهذا ينهى عن المنكر. طيب إيش نعمل؟ اذبحه. أنا ارتكبت منكر ثاني. إذا من منكر إلى منكر، من مشكلة إلى مشكلة. سيدنا آدم قال له إبليس يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ طيب سيدنا آدم المفروض يرجع للكتب اللي معه، يسأل جبريل في شجرة اسمها شجرة الخلد، لأجل يرجع لها. هذا أقول لكم نرجع للنص، نرجع لكلام الله. إن حصلنا هذا الكلام اللي يتكلمون عنه في القرآن أو في السنة نتبع. قال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ قال له إيش شجرة الخلد؟ قال له هذه ملك لا يبلى، بقاء أبدي، جنسية دائمة، لأن الجنسية تعرفوها، جنسية دائمة، ما أحد يقدر يخرجك من هذا الوطن أبدا. قال له إيه هو؟ قال شوف الشجرة هذيك
قال نعم. قال لي هذه كل منها. قال هذه أنا ممنوع، أنا حرام علي، ما يجوز أكل من الشجرة، لأن الله قال ولا تقربا، ما هو قال لا تأكل حتى لا تقرب الشجرة هذه. قالوا باختيارك، أنا ناصح، إني لكما ناصح. شفت كيف الناصح اللي يندرجوا للناس ويقدموا لهم النصح كأنه حقيقة. وحتى نبي من الأنبياء بدأ يختل التوازن عنده، قدوا نبي اختل التوازن. قال يمكن الرجال صادق، يمكن دي شجرة الخلد وأنا بغيت إلى أين؟ أفضل أجلس في الجنة، أريد الأرض، بتتعبنا الأرض، يحصل لنا كذا، لأن الله قال له في القرآن إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال ربي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. هذا مثال أضرب لكم في كل المسميات الآن اللي تسمعونها في الأرض. كما طرحوا لآدم كلمة الخلد ودوخوا بآدم وحواء حتى على مدى 40 سنة. شوفوا المدى الزمني 40 سنة، أنا قلت لكم 30 سنة. آدم 40 سنة وإبليس يدخل عليه ويقول له يا آدم إلى متى؟ شوفك بتخرج من الجنة، لأن ربك قال لك في القرآن وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض ولا في الجنة. شوف بغى تنزل بيخرجونك من الجنة، بتلحق نفسك كل من الشجرة. إذا أكلت من الشجرة ما بتخرج من الجنة. ويجي آدم في الأوامر عنده ممنوع تأكل منها، وإبليس يقول له هذه اللي فيها السكن في الجنة الدائم. وجاء إلى أمنا حواء رحمها الله. أمنا حواء مثل أي مرأة عندنا الآن. كان أنا في بيتي ما يوجد تلفزيون ملون. على مدى 3 سنين كل يوم البنات والأولاد والأسرة جيب لنا حتى صحن صغير، يسمونه صحن صغير. الصحن الصغير ده فيه كم قنوات، 3 4، ولا تجيب لنا إلا حقة بلد الفلاني واللي أنت تحبها واللي فيها قراءة القرآن واللي فيها فقط يكفي. هذا أول تنازل، وتنازلنا وعبرت مدة من الزمن. وطويل العمر يتابعنا على شوي شوي. عرفتوا طويل العمر منهم حد غير إبليس؟ ما حد في الأرض طويل العمر إلا إبليس، عن طريق المرأة، عن طريق الأطفال. لهذا الله سبحانه وتعالى يخاطب يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. كيف بتنزع البنت لباسها إذا كانت متربية في بيت ما رأت فيه قنوات؟ ما بينتزع لباسها ولا بتخرج حجابها. لكن يقول إن الشيطان بيعمل لكم فتنة ينزع عنهما لباسهما، لباس الظاهر ولباس الباطن. لباس الظاهر الألبسة اللي تلبسها المرأة ويلبسها الرجل، هذه ألبسة ظاهرة. واللباس الباطن ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. لباس التقوى ينزع عنها الحياء. كانت تتغطى سافرت، كانت ما تكلم الرجال كلمت الرجال، كانت ما تختلط بهم اختلطت بهم، كانت تستحي وتأتي في جوانب الطرق صارت تصير وسط السوق، كانت ما تدخل السوق إلا لحاجة صارت تدخل السوق لحاجة ولغير حاجة. وهكذا وهكذا سنة بعد سنة، سنة بعد سنة، تنازل بعد تنازل، تنازل بعد تنازل، حتى لم يعد للدين الإسلامي في أرض الأمة المحمدية شيء. حتى الآن في أيام ربيعنا العربي، وهذا الكلام ما هو مذمة له، تقييم سمعناه وسمعتم، ما يجري في شأن تحرير المرأة وما هو نوع التحرير. وإن كنتم أنتم الآن لا تدرون أو بلدكم ولله الحمد فيها الخير ولا زال، لكن احنا ما نتكلم عن هذا إلا لأجل ترون كيف يفعل إبليس في الشعوب وفي الأمم.